بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وأسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. معاكم جد عصام، المكان بتاعي عزبة النخل القاهرة، تليفوني 0100 136 7277. اي حد عايز استفسار عن اي حاجة انا برد على كل التليفونات، ما بتأخرش عن اي حد. النهاردة انا هتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو الارنبة لما بتولد وعيالها بيبدأوا يطلعوا معاها بره بيت الولد، احنا بنعمل ايه الحاجة اللي احنا ممكن نعملها؟ دي حاجة. الجو دلوقتي الساعة تقريبا 3:30، يعني الجو حر جدا، وزي ما انت شايف كده الأرانب عمرها دلوقتي حوالي مثلا معدية 10 أيام 12 يوم. والأرانب في السن ده يا جماعة بتبدأ تخرج مع الأم في القفص بتاعها اللي هي قاعده فيه. الارانب الصغيره ما بتقعدش في بيت الولد ده، لا، بتبدا تخرج مع الام في السن ده. طب بتخرج ليه مع السن ده؟ بتبدا تعرف المكان اللي بتشرب منه، اللي بتاكل منه، بتبدا تتعايش مع الام، وبالتالي كل اللي حضرتك هتقدر تعمله ان انت بتبدأ تراقب الارانب الصغيرة دي، لان ممكن ارنب تلاقيه اتحشر جوه العلافة دي، بتحصل كتير. ممكن ارنب بيبدأ يتبول جوه العلافة، فانت بتخلي بالك من الملحوظات الصغيرة ديا. منظر جميل، منظر حلو فعلا، ان الارانب كلها زي ما انت شايف كده. بص كده، قول بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كل الارانب اهي خرجت من بيت الولد وقاعده مع امها بره، لان الجو اول حاجه حر، تاني حاجه عشان الارانب الصغيره دي بتبدا ان هي تتعايش مع الام، وعايزه تعرف العيشه بتاعتها ازاي، تبدا تتعرف على نبن الميه، الحاجات دي. طب ده بالنسبة للأرانب الصغيرة. طب بالنسبة للأرانب الكبيرة يا عم عصام، زي ما قلت لكم قبل كده وهفضل أقول، الأرانب دي ما بنلقحهاش إلا بعد ما بنفطم الأرانب. طب بنفطم الأرانب على كام يوم يا عم عصام؟ بنفطم الأرانب على 35 يوم، عشان القناة الهضمية بتاعة الأرنب تكون اكتملت. يبقى أنا لما أفطم على 35 يوم الأرنب هيطلع هياكل من العلف، مش هيحصل انتفاخات ولا إسهالات. طب أنت بتأكل علف إيه يا عم عصام؟ أنا بأكل علف اسمه IG الصيني تكنولوجي. العلف ده أكتر من ممتاز، وأنا اللي بأكل منه. لو حضرتك، والعلف موجود عندي في عزبة النخل، لو حضرتك شغال بعلف والعلف مريحك، نصيحة مني ما تغيروش. هتغير ليه؟ يبقى دون بالنسبة للأمهات والعلف. طب احنا هنبدأ الأم دي هنلقحها امتى؟ بنلقح الأم بعد 35 يوم. مجرد ما بفطم الأرانب ببدأ ألقح الأم دي، لأن ما ينفعش في الحر ده الأرانب تبقى بترضع وفي نفس الوقت تبقى عشار. في الحر ده هيحصل لها إجهاد، فاحنا بنريح الأم طول فترة الرضاعة اللي هي 35 يوم، وبعد كده بنبدأ نلقح الأم. حد بيسألني طب انت ليه مش رشش الأرانب يا عم عصام؟ انت مش قلت في الصيف بنرش الأرانب؟ لا، خد بالك، انا ما بقعدش ارش على الفاضي وعلى المليان. طب انت بترش امتى يا عم عصام؟ برش لما بطلع المكان ولقاني عرقت فيه. يعني ايه عرقت فيه؟ انا مش فاهم. هقول لحضرتك، لما الجو بيبقى حر ورطوبة عالية بتلاقيك بتعرق، في الحالة ديت لازم ارش مية. انما طول ما الحرارة موجودة، الجو حر ولكن الرطوبة مش عالية،
انا ما برشش ميه ولا بعمل حاجه، انا بخلي الارانب نايمه زي ما هي كده. ده بيحلم اهو ولا بيرضع اهو، بص كده الارانب طالعه وبترضع من امها ومية مية. فانا ما برشش الا لما الرطوبه بتبقى مرتفعه عندي في المكان. الحر اهو موجود ودرجه الحراره معديه ال36، والحمد لله الارانب زي ما انت شايف كده والده ومفيش اي مشاكل بالنسبه لي. اللي بيفرق حاجه واحده بس، ان احنا في الشتاء بنلقح بعد 10 ايام من الولاده، في الصيف بنلقح بعد ما نفطم الارانب بعد 35 يوم. هو ده اللي حبيت اوضحه لك. طب هنا واحد تاني هيسألني، انت ليه يا عم عصام ما بتركبش خلايا تبريد وتريح دماغك من الموال ده كله؟ بص يا حبيبي، انا في الاول وفي الاخر بحاول احاكي المربي الصغير اللي مش قادر يركب خلايا تبريد. بحاول ان انا اكون زي اي واحد بيربي في اوضه، بيربي في بلكونه، بيربي في عشه، بيربي في اي حاجه. كل الاماكن دي ما بينفعش فيها خلايا التبريد، وهو مش قادر يجيب خلية تبريد. فانا بحاول اخلي ظروف الارنب عندي نفس ظروف الارنب اللي هو مربيها. عشان كده لما حد بيجي يشتري مني ارانب زي اللي انت شايفها ديت البكر اللي هي عمرها 5 شهور، بتعيش عنده وبتبقى زي الفل. ليه؟ لان الارنب اللي انت شايفه ده حضرتك انت واخده عندي في درجة حرارة 40. لما بيروح عندك بتبقى درجة الحرارة يا نفس درجة الحرارة يا أقل، وفي الغالب هتبقى أقل. فالأرنب بيعيش وبيبقى كويس جدا جدا جدا. هو ده اللي قصدته أقوله لك بخصوص خلايا التبريد. أنا أقدر أركب خلايا تبريد، ولكن أنا بحاول أخلي نظامي زي نظام أي حد. لو ركبت خلايا تبريد ودرجة الحرارة بقت 25 وواحد خد أرنب زي ده مثلا ودرجة الحرارة عنده 35، طب ما لما هياخده عنده هيموت. صح ولا أنا بتكلم غلط؟ لأن البيئة اللي اتنقل منها ودرجة حرارة منخفضة راح لدرجة حرارة عالية ما استحملهاش مات. إنما أنا بحاول أديك أرنب يكون متحمل درجة حرارة 40، يبقى لما يروح عندك هيبقى 100% وهيقدر يعيش ويتكيف مع الظروف اللي انت واخدها فيه. هو ده المقصود ان انا ليه ما بركبش خلايا تبريد. دي نمرة واحد. بعد كده حد هيسأل سؤال تاني، طب يا عم عصام انت بتنزل في جردل المية اي حاجة؟ انا لغاية دلوقتي بالامانة جردل المية ده انا ما نزلتش فيه ولا فيتامين سي ولا كربوناتو ولا ليمون. انما حضرتك لو عايز تنزل فيتامين سي نزل فيتامين سي عايز تنزل كربوناتو معلقة كربوناتو، عايز تحط ليمون نزل ليمون، عايز ترش الارانب اعمل كل ده. انا ما منعتكش من اي حاجة من اللي انت بتعملها. انا اهم حاجة بالنسبة لي بعملها حاليا ان انا في الحر ده بفك طبة المية اللي انت شايفها دي، انزل المية السخنة اللي في المواسير لغاية ما المية تبقى ساقعة، وبعدين ابدأ احط مية. انما لو حرارة زادت عن كده انا بجيب كيس مية بكون حاطه في الفريزر وبعمله تلج وبحطه في قلب جردل المية. يبقى ارجع تاني واقول الارانب زي ما انت شايف كده بسم الله ما شاء الله، صل كده على النبي وقول بسم الله ما شاء الله، عايشة وكويسة في درجة الحرارة، متعايشة مع الحر دون كله. ان شاء الله هننجح. كلنا بنغلط، مش معنى ان انت الارانب عندك ماتت او ما كده ان انت انسان فاشل، لا انت غلطت وبتتعلم من غلطك. انا اتعلمت من غلطي في شهر 4، انا ميت عندي ارانب يا جماعة فوق 30,000 جنيه. اتعلمت من غلطي ولغاية النهاردة بنتعلم. مش عيب ان احنا نغلط، انما العيب ان احنا ما نتفاداش الغلط اللي احنا بنغلطه. والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر. لو عجبك الفيديو
شيره، اعمل لايك، قول لي تعليقك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.